هل كنت تعرف قبل كده ان الثراء والثروات سهلة جدا تتحقق زيها زي معادلة الرياضيات بالظبط؟ الثراء علم، وعلم له قوانين زيه زي الجبر والحساب والهندسة. قانون ثابت، طريقة معينة بتتعامل بيها مع الأشياء حواليك ومع البشر بيخلوك توصل لدرجة الثراء اللي انت محتاجها. الفكرة مش في ان الناس مختلفة، او ان انت مثلا لو انت في بيئة مختلفة هتقدر تنجح وتبقى غني، لو في بيئة تانية هتبقى فقير. لا، في اتنين بيبقوا في نفس البيئة، واحد منهم بيبقى غني وواحد منهم بيبقى فقير. والفكرة برضو مش في طبيعة الشغل، مثلا ان واحد بيشتغل شغلانة معينة بتجيب له فلوس والتاني لا يا عيني مش لاقي الشغلانة دي فمش عارف يجيب فلوس. لا، في نفس العمل وفي نفس الشغلانة ونفس الوظيفة بتلاقي برضو واحد غني وواحد تاني مش معاه فلوس او يا دوبك معاه مصاريفه. كمان الموضوع ملوش اي علاقه بالموهبه. في ناس كتيره موهوبه وعندها موهبه حقيقيه وعندها قدرات فعلا كبيره، لكن مش بتستغلها بالطريقه الصح ومش بتطبق القوانين الموجوده بالطريقه الصحيحه، فبتفضل طول عمرها فقيره. والعكس صحيح، ناس عندهم مواهب اقل وقدرات اقل بس بيعرفوا يتعاملوا بالطريقه المعينه اللي بتوصلهم لأهدافهم وبتطلعهم بسرعة كده درجات نحو الثراء. كمان ممكن ناس تبقى فاكرة ان من ضمن قوانين الثراء هو الادخار، ان انا احوش فلوس. برضو ده مفهوم مغلوط تماما. الادخار على فكرة عقلية فقر مش عقلية ثراء خالص. ولو تلاحظوا ان معظم الناس اللي بتدخر فلوس ما بتوصلش لحاجة، ما بتوصلش لليفل ثراء معين، ما بتوصلش لثروات ولا مبالغ طائلة يعني. في حين كمان ممكن تشوف ناس أغنياء ومسرفة جدا. الفكرة ملهاش أي علاقة بأي عوامل خارجية، بأي عوامل محيطة بوظيفة ولا ببيئة ولا بشغلانة ولا بموهبة حتى. الفكرة كلها متعلقة بأن انت تتعامل مع الكون كله حواليك ومع الموارد كلها اللي حواليك. كل الموارد حرفيا، من هواء، مية، بشر، ناس بتتعامل معاهم، امكانياتك انت وقدراتك انت. الفكرة ان انت تتعامل مع كل الحاجات اللي حواليك دي بطريقة معينة، بعقلية معينة، عقلية ثراء، عقلية نمو، عقلية زيادة. العقلية دي فيها إبداع أكتر. العقلية دي بتبعد عن التنافس، مش بتحط نفسها في مقارنة مع فلان ان انا هنافسه وهنجح عشان اغلبه او عشان اعمل فلوس اكتر منه. دي برضو عقلية فقيرة جدا. عقلية الثراء ليها قوانينها وليها القواعد بتاعتها. لو عايزين تعرفوا بقية القواعد وبقية الأسرار بتاعت الثراء كلها، تابعوا بقية الفيديوهات لأن احنا هنتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل.